الناظور القسم الوطني الأول الممتاز فتح الناظور ملعبة مع وداد قلعة السغنة. تفضل أخي العزيز سيدي أندوح. نعم فعلا سيد الحاج، المقابلة انتهت بفوز هيتشكوكي لفريق فتح الناظور على المتصدر وداد قلعة السغنة، وهذا الهدف أتى في الوقت بدل الضائع، أي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع يتمكن مهاجم فريق فتح الناظور رضا ديوان من إسكان الكرة برأسيته البديعة في شباك وداد قلعة السغنة. إذا هكذا الحكم المربوحي عبد الإله بن عصبة فاس بكناس ينهي اللقاء بفوز فريق فتح الناظور لكرة القدم. إذا سمحت لي يا سيدي الحاج، يعني ربما التشكيلة إذا سمحت لي واش نذكرها. تفضل. فتح الناظور دخل بالتشكيله التاليه: يونس كارابيلا، المهدي بومعيز، محمد عزوزي، يوسف حمداني، عبيد فارق، محمد السعيدي، احمد مرشوح، يوسف بوعاوين، ايوب كلفاوي، كريم مالك، حميد المعصفر، عبد الحفيظ برطول، رضا ومسجل الهدف امين زيد، رفيق بن حمان، عصام هلالي، ياسين الطيب، منير المازوني، يوسف كريمي، حاتم العقاد، محمد السعيدي المدرب وهو نور الدين يدرين. يعني في المقابله السابقه نور الدين يدرين كان قد قدم الاستقاله، ولكن المكتب المسير رفض هذه الاستقاله، وهو الان من اشرف على هذا اللقاء نور الدين يدرين. التشكيله ديال فريق وداد قلعه السغنه دخل بالتشكيله التاليه: سمير منتصر، يحيى بن سلطانه، نور الدين الحجام، عميد فريق ادم ديواره، عثمان الزريوي، ادريس تحته، عثمان مغيث، أوضوح أكوشوغو، إسماعيل زروال، محمد ياسين، محمد البوش، المدرب وهو أحمد زاهر. الطاقم التحكيمي اللي يحكم هذا اللقاء هناك المربوحي عبد الإله، صلاح الدين الجميلي، عادل الجزري من عصبة فاس مكناس. الحكم الرابع هو ياسين حميدات من عصبة الشرق، محمد أشن وهو مندوب اللقاء. إن هكذا فريق فتح الناظور يتنفس السعداء بفوز هيتشكوكي في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع. رضا ديوان يتمكن من إسكان الكرة في شباك الحارس وداد قلعة السغنة. شكرا لك. فوز صراحة هيتشكوكي، هذا ما أقوله. نعم سيد الحاج. شكرا لك أخي العزيز سيدي النوح على هذا الوصف ديالك. إذا قلعة السغنة اليوم كتنهزم أول هزيمة ديالها وكتضيع ما عرف، لأن باقي ما تلعبوش المقابلات أو ما عندناش النتائج ديال المقابلات الأخرى، لأن فتح الناظور الآن يعني فتح الناظور عندها فرقة اللي تحتل الرتبة 12 ب8 ديال النقاط. عندها كان 2 ديال الانتصارات، 2 تعادلات و3 ديال الهزائم، في حين ان الفريق ديال وداد قلعة السغنة عنده 4 الانتصارات، تعادل 1 و2 الهزائم، عنده 13 نقطة. هو الأول، باقي لحد الساعة في انتظار مولودية أسا نعرفوا النتيجة ديالها. الكرة في الناظور كانت متقدمة ومزدهرة. شنو رأيك في هذا التأخر ديال فتح الناظور وهلال الناظور؟ وكما كتعرف الحاج أن هلال الناظور عنده فريق الأول وفريق اللي كان في القسم الوطني تا هو الأول، وكان معروف عنده لاعبين أنذاك كان مزيان، ولكن المشكل ديالو كان مشكل وقيلا ما نعرفش مشكل مادي اللي خلاته يهبط كاع سميتو الهواف. نعم. الفرقه الثانيه ديالهم هي فتح الناظور واحد يعني كان شحال وهي في القسم الوطني الممتاز. مع الاسف حتى هما كانت عندهم تركيبه مزيانه هذوك فتح الناظور، حتى هما خانهم، تنقول انا وقيلا خانهم الجانب المالي. هذا الوليد هذا اللي ماركا اليوم البيت اللي هو رضا ديوان، هو مكناسي من مكناس، وكان تيلعب مع وزين السيما، وهذا من الوليدات اللي كانوا انا بالنسبه لي كانوا كيعجبني، انه دائما كتلقى في شاك ماتش كيماركي هو البيوت.
لحد الان. وكان دابا تقريبا دابا حاليا واليوم سجل اصابات ثمينه ماشي غير هذه سميتو عده اصابات اللي سجلها الوليد. هذا ديوان ما شفتوا انه منين وكي داروا الوقوف مكناس. هو كان مع لابسو، كان مع وزين السيما، كان مع وزين السيما. وهذاك في ديك الوقيته كان هو الهداف، وكانوا رخاوه للناظور، وكان تيماركي البيوت في الناظور، تيماركي هو الهداف ديالهم. اشاك ماتش كيكون عندهم ان فيكتوار كتلقى هاد رضا ديوان كيماركي. ما عرفتوش انا علاش بقى بزاف هاد فتح الناظور من بعد ما كان عنده واحد المستوى اللي هو مزيان، وسي ان بون اتاكو. نعم. وها هو اليوم اذا نخليوها له، غادي نمشيو لعند